السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وساخنة من برنامج الإرهابي. خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة بسرعة قبل ما النور يقطع. حلقة اوبا الله. معاذ أنت فين يا معاذ؟ انا موجود يا محمود، بس واضح ان ضيفنا النهارده خفيف قوي. وبعدين بقى يا عم في النور اللي كل شوية يجي ده. خلونا نغير الموضوع يمكن النور يجي. قول يا رب. الحمد لله. ما شاء الله. ايه ده شكله رجل مبارك. هو فعلا رجل مبارك. الحمد لله. النهارده يا جماعة هنتكلم عن العدالة والعدالة الاجتماعية هذه والعدالة الاجتماعية هذه. لا يا مش دي يا جماعة. احنا هنتكلم عن عدالة، يعني القضاء ده مؤسسة كانت في بلد يعم فيها الفساد من 30 سنة أو أكثر عشان حبايبنا الناصريين زي ما هيقول إبراهيم عيسى. يلا نشوف. اشمعنى يعني الجهاز ده اللي هو لوحده يعني هيبقى ملايكة وبجناحين والبلد كلها شياطين بقرون؟ اشمعنى يعني؟ ما يجوز عليه ما يجاز في البلد كلها. اوامر امن الدوله ما كانت بتروح للصحفيين زي ما بتروح للقضاة زي ما بتروح للاطباء. ايه يعني؟ اشمعنى يعني هدفنا النهارده يا جماعه ان احنا نبين فعلا مين هو اللي اهان القضاء. نشوف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: قاض في الجنه وقاضيان في النار، ويجاء بالقاضي العادل يوم القيامه فيلقى من شده الحساب ما تمنى معه أن لو لم يقضي في شق تمرة، نص تمرة. بما ان القضاة يا جماعة فيهم واحد في الجنة واثنين في النار، اذا هم بشر مش ملائكة بيصيبوا وبيخطئوا. لكن خلونا نشوف هل فعلا القانون بيقف قدامه كلهم زي بعض؟ يعني لو قاضي وقف قدام قاضي هيحاكموا عادي ولا ايه؟ نشوف. وانا قلت ومليت من اني اقول محدش يقدر يعاقب القضاة. القضاة هم الذين أناط بهم رب العزة سبحانه وتعالى محاسبة البشر على الأرض ومعاقبة المخطئ منه. ما تخافش على القضاء أولا ربنا سبحانه وتعالى حرصه. 2، هذا الشعب يعشق قضاته ويثق فيهم. ده من أفواه الرجل العادي. لا يستطيع أحد محاسبة القضاء. إيه ده؟ دول مش مخلوقين من طين زينا بقى، دول ملائكة، وانت بنفسك اللي قلت انه فيهم واحد في الجنة واثنين في النار. لكن خلينا نشوف يعني هل هم بالفعل من طين زينا ولا مخلوقين من مادة تانية يا سيادة المستشار؟ خلينا نشوف. نعم. لكن قضاة مصر دي قطع من الماس، دول قطع من الماس، موهبة من ربنا سبحانه وتعالى. يا راجل يا أستاذ خيري، شفت في العالم المتمدين أو نصف المتمدين أو المتخلف قاضي يحاسب على رأيه وعلى حكم حكمه؟ يعني ما حدش بقى يقدر يتكلم يعني كلهم. وبعدين لما تيجي تتكلم مع قاضي بيتكلم معاك بكل تواضع. احنا كلنا ولاد 9 أو ولاد 7 على حسب على لكن الشيء الجميل في المستشار الزندي انه في احترام الآراء بصراحة معدي زي ما هنشوف. وبعدين يعني في إطار احترام حرية الرأي، كل واحد له رأيه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: لكم دينكم ولي دين. كل واحد له رأيه. وأنا بعتبر برضه حتى صاحب الرأي المخالف له كل الاحترام لأنه صاحب رأي. صحيح. حتى لو كان مخالفا. أكيد. يعني مش محتاجة كلام، يختلف معاك في الرأي عادي جدا. طب يا ترى ايه رأيك في زميل الدراسة اللي كان معاك في كلية حقوق؟ نشوف. عصام سلطان. مش العريان. هذا كلام ما احبش اضيع وقت المشاهدين ووقتك، لان وقتك وقت المشاهدين اثمن من هذا بكثير. الكلام بيقوله ببلاش والايام بيننا. طيب المستشار ايمن الورداني رئيس لا 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 لا, 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 لا لو سمحت لا تحاججني بهؤلاء ولا ده مش فتنه بقى، دي ولا تضيع وقتي في ان تعدد لي اسماء هؤلاء. وقتي اثمن من ان ارد على امثالهم. ايه الحلاوه دي يا راجل؟ ايه احترام الاراء الجامد ده؟ يعني انت عندك عصام سلطان قلنا محامي رغم انه زميل دراسه، لكن مش مشكله عديه. لكن تيجي تتكلم عن مستشار ورئيس محكمه وتقعد تعمل بصبعك كده، امال لو ما يعني مش بتحترم الاراء تعمل له بالعشر صابع، لكن برجله كمان نعمل 20 كده. لكن مش مشكله، ربما ده عصام سلطان محامي، المستشار الورداني رئيس محكمه. طب ايه رايك في قضاه تحترم برضه رايهم ولا نفس النظام ونفس الصباع؟ يلا نشوف.
فما تقوليش لو سمحت اسم حد من دول. قضاة من اجل مصر. لا ما اقول لحضرتك شوف راي الجمعيه. ده من اجل مصر يا سياده المستشار. صحيح. من اجل مصر ولا من اجل؟ ده من اجل انهاء مصر، ومن اجل اجهاض مصر، ومن اجل تشويه وجه مصر، ومن اجل تسفيه مصر. هو كل واحد يقول لك انا بشتغل عشان مصر. تقول لي مصر؟ لا ارجوك. يعني انا مش هعلق على وائل الابراش اللي قاعد بيضحك، ولو كان واحد طلع قال الكلام ده على اي حد من اللي هو في صفهم كان هيقولوا انت ازاي تقول كده، انت بتتهم الاخرين بالعماله وانت مش عارف ايه. شوفوا وائل الابراش، شوفوا الاعلام، ما علينا سيبنا من وائل الابراش. شوفوا شوفوا يعني انت لا احترمت عصام سلطان ولا احترمت رئيس محكمه ولا احترمت مجموعه القضاء اللي اسمهم قضاء من اجل مصر. امال فين بقى احترام الاخرين اللي انت مش بتقول عارف عليه؟ هم يا جماعه دايما معتادين، او المستشار الزند بيقول مجرد شعارات نتمنى ان هي تتحقق علشان نقدر حتى ان احنا ننفذها، لكن هتقول شعارات مش هتنفذها، الاولى بك انك ما تقولهاش. لكن احقاقا الحق ان المستشار الزند لما بيجي يتكلم عن القضاه بيبرز الوطنيه اللي هي موجوده فيهم، رغم انه كان لسه مخونهم. هل ما زلت مصمم ان ما حدش يتكلم عن وطنيه القضاه يا حضره المستشار الزند؟ يلا نشوف. فمحدش يزايد على القضاه وطنيتهم وحبهم للعدل وحبهم لشعب مصر. محدش يتكلم عن وطنيه القضاه. مين اللي يجرأ يتكلم عن وطنيه القضاه؟ انت يا معاذ اتكلمت عنهم؟ انا ما عملتش حاجه يا عم. انت هو في حد يقدر يتكلم عن وطنيه القضاه؟ ده المستشار الزند يضرب به الامثال في كلامه عن القضاه، حتى نشوفه كده. اما ذلك النفر الذي تنكب الطريق وهم قله الذين عملوا واعلنوا نتائج الانتخابات وادعوا زورا وبهتانا انهم، ولا اريد ان اقول قضاة، انهم وضعوا في الفراغ ما تشاءون من اجل مصر. مصر بريئة منكم وشعبها بريء منكم. انتم عملاء ولستم من مصر ولا لمصر، والقضاء يتبرأ منكم ولا يحسن وجودكم. وان كان عندكم حياة فاستقيموا، ان كان عندكم حياة فاستقيموا، استقيموا، اذهبوا الى غير وجهه. وانا اندهشت مساء اعلان النتيجة او انتهاء الانتخابات، حينما صرح الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية فأن المئات من القضاة اتصلوا به لطمأنته، وظننت بالرجل ظنا سيئا استغفر الله عليه واعتذر له من على منصتي هذا. تبين أن الرجل ما قال إلا صدقا وما نطق إلا حقا. بالفعل كان فيه ناس بتشتغل في الانتخابات لصالح تيار معين وظهروا على الساحة وسموا نفسهم قضاة من أجل مصر. ده عمال بيقول لك الناس دي مش من مصر، وعشان قاضي بقى من مخالف إسرائيل، خلاه من كوالالمبور علشان قاضي بس مخالف لي، وبيتهمهم ان هم بيعملوا الفصيل معين. ايه ده؟ انا سمعت الكلام ده من مين قبل كده؟ هو ما فيش غيره. يا سيادة المستشار انت ليك قريب اسمه توفيق عكاشة؟ خلينا نشوف كده. لأن في 20% من القضاة اللي موجودين رؤساء لجان بيزوروا الانتخابات لصالح مرسي، لأن هم دول التيارات الإسلامية اللي موجودة في القضاء. نعم. من هيئة قضاء الدولة ومن النيابة الإدارية ومن النيابة العامة ومن القضاء المدني، كلهم على بعض عاملين 20% من عدد القضاء اللي 13,000 وشوية قاضي اللي موجود، 13,800 قاضي، فيهم ما يقرب من 2,600 قاضي تابعين للتيارات الإسلامية وبيزورهم عيني عينك لمرسي. لا يعني ما هو مش ممكن حد ياخد يعني برأي توفيق عكاش، يعني حتى ما تجيش ولا ايه يا معاذ؟ صح، بس اكيد المستشار الزند مش هيسكت له. خلونا نشوف. اتفضل يا دكتور. نعم يا فندم. يا دكتور توفيق. ايوه يا فندم اتفضل. لو سمحت لي انا عايز اقول لحضرتك بشكل شخصي نعم عبارات مقتضبة وقصيرة.
اتفضل يا فندم. عايز اقول لك انه ما يكتب في الفيسبوك والتنيطر وهذه الوسائل التي ملأت حياة المسلمين بالأكاذيب والأباحة وقلة الأدب لا يفت في عضدك ولا يأثر فيه. نعم يا فندم. أنت بين النخبة، الله يخليك يا فندم، وبين المثقفين، الله يخليك، وبين أفراد الشعب. صرت علامة على الوطنية وعلى الشهامة وعلى الرجولة. صدقني نعم أنت يعمل لك 1000 حساب، الله يخليك، أو يحسب لك 1000 حساب، الله يخليك. فلا تأبه بشيء من هذا، وسر على بركة الله، تحرسك عنايته شكرا ويرعاك برعايته، شكرا ولن يستطيع أحد أن يمسك بسوء، نعم. لأن الله يحفظك ويرعاك، نعم. لأنك مخلص، الله يخليك. والإخلاص هو مخ العبادة، نعم وهو الذي يصل الإنسان بربه. نعم صادق ومخلص، فاستمر ولا تأبه بهم ولا تستمع إليهم. أنت في قلوبنا ربنا يخليك، وأنت في أفئدتنا، ربنا يخليك، وكل وطني مخلص مثلك، وكل إعلامي يتقي الله في هذا الوطن هو محل تقدير، وما أقلهم طبعا محل تقدير الشعب بأسره. نعم. فوددت أن أسمعك هذه العبارات شكرا المقتضبة شكرا قبل أن أنهي هذه المحادثة. شكرا سر على بركة الله، والله يحفظك ويرعاك. شكرا. وستظل الفراعين التي استمدت اسمها من أصولنا وجذورنا الفرعونية نعم. قوية كتلك الأهرام التي شيدوها، لا ينال منها معتدي ولا آثم، ولا يفت في عضدها تهديد أو وعد أو وعيد. وشكرا. ياه، كل دي قصيدة مدح في واحد بيتهم القضاة بالتزوير اللي انت يا سيادة المستشار الزند كنت بتقول عليهم وطنيين ومحدش زايد على وطنيتهم، وفي وقت تاني اتهمتهم ان هم عملاء. لكن بقى نجينا للحق، ان كنتم عايزين تشوفوا بالفعل التزوير ادخلوا على الفيسبوك وعلى تنيتر. فيسبوك نسمعوا كده تاني معلش تاني كده بيقول ايه؟ اقول لك انه ما يكتب في الفيسبوك والتنيطر وهذه الوسائل. والله هي المشكله ان احنا عملنا صفحه على الفيسبوك، لكن ما عملناش بصراحه صفحه على تنيتر للاسف. انا متضايق والله من الموضوع ده. شوفوا يا جماعه، مستشار احمد الزند لا يهاجم ابدا الا سلطه منتخبه فقط. خلونا نشوف. المحقق لما يقعد النائب العام العظيم ورجال العظماء، وبما أنه كان هناك بيني وبين معالي الأستاذ الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عميد القانونيين لقاء بالأمس، المحصلة النهائية لهذا أن هناك جهود مبذولة وجهود خيرة يبذلها بصدق وإصرار أستاذنا أبو القانونيين والأب الروحي للقانونيين في مصر الأستاذ الدكتور فتحي سرور. أما احنا كقضاة ما يمكنش لأي أسرة محترمة تعرف ما عليها ولا أن تفرط وأن تترك أحد فرسانها ينزع نزعا من موقعه لمجرد ان الجماعة دي ما بتحبوش او الحزب ده بيحبه. لا 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 لا. ومن يدري اذا تركنا الامر يمر هكذا، من يدري ان تكون هناك قرارات اخرى واقصاء اخرين. المؤسسة القضائية او السلطة القضائية عصية على ان يستخدم فيها الثأر. ماذا فعلوا؟ انا فتحي سرور اللي عينه مبارك دلوقتي بقى هو ابو القانونيين وهو العميد بتاعهم، وبقيت عمال بتمدح فيه. والنائب العام برضه ايه اللي عينه مبارك بقى فارس من فرسان القضاء ولا يمكن عزله. الله يرحم خالد سعيد اللي اتقال عليه حشاش من نفس النائب العام يا سيادة المستشار. فاكر ولا عندك رأي تاني؟ ويا ترى يا سيادة المستشار هل انت مع اننا نشيل النائب العام اللي عينه مبارك ولا عندك رأي آخر؟ خلينا نشوف. ما هو ده المستشار عبد المجيد محمود اللي غض الطرف في قتال البارود عن جرائم امن دولة عليا،
الترويع وإتلاف المال العام ومنع سلطة إحدى السلطات النظامية في الدولة من تأدية أعمالها بالقوة دي جناية أمن دولة. صحيح. غض النظر عن هذا كله وعاقب وكيل النيابة. ما يستاهلش، صحيح ما يستاهلش ده كله، ما يستاهلش يا جماعة. ده راجل حلو وراجل كيوت، راجل جميل جدا، ولا ايه يا محمود؟ وكان الزند قاعد هنا، وكان سامح عاشور قاعد هنا، وكان معاهم على حس واحد. كان معاهم النائب العام، وكان بيقول كلام جميل جدا. خلينا نسمعه. التحركات والتي تم إخفائها والتي تم التخلص منها أثناء التحقيق. يعني بيقول كلام تنضموا الينا. هاته تاني، انا عايز اسمعه تاني لو سمحت. عايز تسمعه تاني؟ عايز اسمعه تاني لو طب سمحت. اسمعوا لنا تاني يا بس هيثم، عايزين لو سمحت الفيديو ده اللي فات تاني لو سمحت، احسن تنضموا الينا BBC كويس. التحركات والتي تم إخفائها والتي تم التخلص منها أثناء التحقيق. صحة وعافية يا كبير. وعشان المستشار الزند طب ممكن كوباية مية بس الله يكرمك. شكلنا احنا نشرب كوباية مية بس من نوع آخر في الآخر. وعشان المستشار الزند مش بيهاجم إلا سلطة منتخبة، كان بيهاجم مجلس الشعب لما فكر يناقش قانون السلطة القضائية زي ما هنشوف. وأضاف الزند خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي القضاة للرد على تلك الهجمة أنه لم يتم تطبيق قانون السلطة القضائية المعدل في ظل البرلمان الحالي، مطالبا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بأن يبادرا بسحب المشروعين المقدمين لهما من مجلس الشعب. ومن هنا أقول بملء صوت: لا تعديل لقانون السلطة القضائية في ظل هذا المجلس. احنا مش بنتدخل في احكام القضاء دي، احنا لا نتكلم فيها، مش قانونيين ولا قضاء ولا اي حاجة. لكن اللي احنا بنستغرب له ان لما يكون في سياسيين وعارفين احكام قبل ما تطلع، اعتقد هنا يبقى في علامة استفهام. خلونا نشوف ده. الرهان كله على ان يوم الخميس المحكمة الدستورية هتحكم بحل مجلس. انا هقول لك برضو، بس يعني اسمح لي، مش هقول الاسمين اللي اتصلوا بيا لانهم احدهم عضو هيئة قضائية والاخر ما استأذنتوش ان انا اقول، لكن اتصلوا بيا وقالوا لي يا دكتور سيد الغي الاتفاق، البرلمان المجلس الشعب هيتحل يوم الخميس، وبالتالي هيجي مجلس شعب جديد ما فيش فيه اغلبية اسلامية، يبقى مجلس الشعب الجديد يختار جمعية تأسيسية جديدة. عرف حكم القضاء منين بقى؟ وقبلها كمان بيومين. يعني ده راجل رئيس حزب، راجل سياسي، لما يخرج له الحكم قبلها بيومين، إذن في علامة استفهام كبيرة جدا. لكن يا ترى كل ده علشان قانون مجلس الشعب، أو علشان مجلس الشعب المنتخب فكر إنه يناقش قانون السلطة القضائية؟ يعني ليه ده في إيه القانون ده؟ يعني ده السؤال المطروح بقى. إحنا دلوقتي بنتساءل إيه اللي مخوف المستشار أحمد الزند هو يجاوب من تعديل السلطة؟ يا ريت من تعديل السلطة القضائية. خلونا نشوف. يعني من الآخر هم مش عايزين قانون السلطة القضائية عشان سن القضاة هيقل، فالشباب يدخلوا والناس الكبيرة دي تطلع، يعني ندي فرصة للشباب. طبعا هم مش عايزين كده. تاني حاجة إن أبناء القضاة مش هيبقوا قضاة، هتبقى الأولوية للي واخد درجة عالية. هي باختصار يا معاذ مصالح شخصية. يعني لو واحد جايب امتياز أو جايب مجموع كبير، مش من حقه ان هو يتعين في السلك القضائي ولا يدخل ان هو يبقى وكيل نيابه. ليه؟ علشان السيد الوالد ما كانش قاضي. وفعلا في حالات زي كده كتير، وخلينا نروح نشوف حاله منهم. انا اسمي عصام محمد رياض، محامي، رقم الكارنيه بتاعي 271 932، تقدير جيد دفعه 2003. قدمت حضرتك في النيابه، اجتزت كل الاختبارات وما تمش قبولي، وتم قبول زميلي في نفس الجامعه المستشار معتز عطاويه ابن المستشار أسامة عطاوية اللي في التفتيش القضائي. هم بقى معترضين عليه حضرتك، معترضين سعادتك ان في الوقت الحالي في الدستور الحالي لا، ابن المستشار مش هيبقى مستشار، لان انا لو لقيت حد خد وظيفته بالواسطه من حق ان انا اتظلم وانا اخدها مكانه. هم معترضين على كده. لو هم معترضين على طريقه اختيار النائب العام، تعالي كلموني على طريقه اختيارهم. هم جم مين؟ شريف بيه الزند، سامح بيه عاشور، يعني علشان ابن القاضي جايب مقبول يتعين،
وعلشان واحد جايب امتياز او جايب جيد جدا او تقدير كبير ما يتعينش. ده انتوا المفروض القضاة اللي تتعاملوا مع العدل، المفروض ابجديات العدل تكون موجودة عندكم. فإلى ماذا هذا الفساد وهذا الأمر في السلك القضائي؟ يا ريت هم اللي يتناولوا هذا الأمر ونلاقي منهم إجابات. لكن السؤال المطروح دلوقتي ان احنا عندنا دلوقتي الناس بتتساءل، عايزين يعرفوا هو مجلس الشعب اتحل عشان قانون السلطة القضائية ما يتعدلش؟ ويا ترى المستشار الزند هدد مجلس الشورى عشان نفس الموضوع؟ خلونا نشوف. لن نسمح ولن يسمح قبلنا شعب مصر بأنه مجلس الشورى الذي يتضمن 81% من نواب الإخوان وتابعيهم هو الذي يقرر مصير مصر وقضاة مصر. نعم. وسنقيم في مطلع الأسبوع القادم دعوة ببطلان تشكيل مجلس الشورى. نحل مجلس ده 81% من مجلس. معلش انت مالك يعني بجد؟ يعني سؤال حضرتك مالك؟ وانت اللي انتخبتهم؟ مش هي دي اصوات الشعب بالفعل؟ وليه الشعب يختار؟ مش من حق الشعب يختار. احنا مش المفروض نعيش ولا اليوم الثلاث ولا اليوم الاربعاء، احنا اللي جبنا هنا. يعني معلش انت مالك يعني؟ الناس حتى يكونش 200% يعني معلش دي مش داخلك، ده اختيار الشعب. فريت لا تتعدوا على اختيار الشعب اللي هو بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن يا ترى انت عايز تحل هذا المجلس علشان قانون السلطة القضائية، ولا بتطعن عليه علشان هو غلط اصلا من الاول، ولا علشان 81%؟ يا ريت ترسينا على حل معاه. لا وكمان يا محمود خد دي كمان، المفروض دلوقتي في مشكلة ما بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. المفروض اللي يحكم ما بينهم جهة محايدة، ده الطبيعي، وده اللي قال المستشار أحمد الزند لكن قبل الثورة. نشوف. الإنسان بلا تفاؤل يموت. أنا براهن على أن سيادة الرئيس سيتدخل في الوقت المناسب، وأنه لا يرضيه ما حدث لأبناء القضاة. طب وإذا ما تمسك، وأود أن تشكل لجنة تحقيق موسعة تستجلي الحقيقة، لأنه برضو أنا مش من أنصار أن أنا القاضي قال فيبقى اللي قاله ناخده على عواهنه، المحامي قال لا لا لا، احنا في مثل هذه الأمور طبعا في خصومة. أنا عايز جهة سيادية محايدة تقول الحق في جانب من. يا سلام عليك، يعني لما نكون أيام مبارك اللي بينجح دايما بالغش والتزوير، تيجي تقول لازم تكون جهة محايدة معينة من قبل السلطة. لكن لما تيجي في عصر رئيس منتخب، سواء اتفقنا معاه الدكتور محمد مرسي، اتفقنا أو اختلفنا إلا إن الشعب اختاره، تيجي تقول لا ما ينفعش، لازم يكون القضاء هو الخصم وهو الحكم. صح يا سيادة المستشار؟ يلا نشوف. كيف تكون أنت الخصم والحكم؟ استخدمت مفردات في هذه الأزمة أقل ما توصف به أنها سطحية ومغلوطة ومجافية للحقيقة. من في المجتمع نحله محل النيابة العامة أو القضاء؟ ما هي ثقة في هذه السلطة يا لا ثقة. واشمعنى بقى المحامين لما يكون لهم أمر لدى القضاء يبقى السلطة القضائية مش محايدة؟ هب أن هذا تكرر غدا مع رجال الإعلام لا قدر الله، يبقى النيابة العامة والقضاء يتنحى ونشوف لهم قضاء موازي، أو يبقى في قضاء وطني وقضاء غير وطني. القضاء هو سلطة واحدة منصوص عليها في الدستور والقانون، ولا مجال فيه لا للتحكم ولا مجال فيه للانتقام ولا مجال فيه للأحقاد، لأنه كل عقوبة لها نص. يا أعدل الناس إلا في مخاصمتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أنت الخصم والحكم. يعني ايام مبارك اللي كان بينجح بالغش والتزوير بتقول ما ينفعش قاضي يحكم على قاضي، لما كان في جهه نزاع اخرى وهي المحامين، كان في مشكله ما بين القضاه والمحامين، قلت لازم مبارك يتدخل لان ما ينفعش يكون قاضي قصاد قاضي. لكن دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه ومن بعد الثوره قلت لا، ينفع جدا يكون القاضي هو الخصم والحكم. يا سياده المستشار، يا رمز العدل، يا اعدل الناس الا في محاكمتي. بس بص يا محمود، قول. في شيء واضح يعني مش محتاج جدال، ان المستشار احمد الزند رايه ثابت دايما في الاعلام. خلونا نشوف. بفضل الله وتوفيقه، اصطفاف الشعب، اعلام حر جميل، وقف وقفه رائعه. الحدث منذ بدايته حتى نهايته الاعلام لم يقل الا ما حدث وما تم التصريح به من طرفي الازمه. فالزج بالاعلام في اتون هذه المواجهه
ظلم بين. ظلم بين. اعلامنا حر وجميل، لكن في نفس ذات الوقت بقى بيشعل الحرايق. شوف ازاي، يلا نشوف ازاي. الاعلام كله ما قالهاش. الاعلام يساهم في اسكاء النار واشعالها. يعني هو الاعلام متهم من هنا ومن هنا. ايوه متهم. ليه يعني حضرتك الاعلام ملطشه؟ لا مش ملطشه يا حبيبي، هو الذي يجعل من نفسه ملطشه. شويه يقول الاعلام حر وجميل، وشويه يقول ده الاعلام هو اللي بيشعل الفتنه. خلونا ننتقل من الموضوع ده. مش عارفين راي المستشار ايه بصراحه، راي يمين وراي شمال. حمدي ليه راي، وحمدي التاني ليه راي تاني. ما علينا. خلونا نشوف بقى نادي القضاة ده متخصص في ايه؟ في الرحلات وكده ولا ليه فنيات برضو؟ نشوف. معالي الوزير السابق كان يرى ان نادي القضاة قائم على امور ثانويه في حياه القضاة. يعني انت بتعترض على وزير العدل السابق علشان بيقول ان نادي القضاة ده قائم على حاجة ثانوية، مش حاجة فقهية ولا شرعية. صح يا سيادة المستشار ولا انا غلطان؟ يلا نشوف. رئيس نادي القضاة يمارس عملا ليس به ثمة اختصاص فني. ده راجل بيوفر لهم المصايف، السيارات، الرحلات، الحج والعمرة، الكتب، الأدوية إذا لزم الأمر. مش محتاجة يعني كمعترض على الوزير. بيقول متخصص رحلات. خد يا ابني تعالى. اسمك ايه يا ابني؟ حبيبي اسمك ايه يا حبيبي؟ زندباد. ايه؟ زندباد. ده بتهرب لزندمان يا حبيبي؟ لا. طب يا حبيبي ربنا يوفقك. انت ايه اللي بتبيعه ده؟ انت متخصص رحلات؟ حضرتك في رحلات معاك. معاك رحلات؟ ثانية واحدة يا فندم بس. شكلنا ننفعك النهارده. ما شاء الله. جميل. ايه ده جميل. 35 قرش؟ لا ما شاء الله عليك يا حبيبي، ما شاء الله عليك. سيب رقم تليفونك دلوقتي وانا اوديك بتاعنا ونخلص. يلا يا بابا. يلا يا استاذ زندمان. اتفضل يا حبيبي. استنى رايح فين بقى؟ انت هتاخد بيبس معاك ولا ايه؟ اتفضل يا باشا. ما حدش يتخض. كويس قوي. يا سلام عليك. يا سلام عليك. شكرا يا باشا. شكرا. خد يا ابني رايح فين؟ ولا حسابنا بعدين. المستشار الزند كان بيقول الاول ان نادي القضاة ده مش متخصص في امر ثانوي، وفي نفس ذات الوقت هو اللي رجع وبيقول ان نادي القضاة ده متخصص في مصايف وفي رحلات وفي حاجات جميلة زي دي. بس انا مش عارف يا معاذ ترى ايه سبب ان المستشار الزند كده. هو في اتنين، في زند بيقول كده وفي زند بيقول كده وفي واحد تالت مش عارفين بيقول حاجة تانية غريبة خالص. خلونا نشوف. والصحيح أن نادي القضاة هو البيت الأول مش الثاني لقضاة مصر. يكفي أن تعلمي وأعلم السادة المشاهدين المرجع القانوني، المرجع الفقهي، الحج، العمرة، الرعاية الصحية، الرحلات، الدفاع عن استقلال القضاء، كل ما يتعلق بحياة القاضي وأسرته، المصيف، السيارات، كل ما يتعلق بحياة القاضي الذي لا يغطيه. حيرتنا معاك بجد، حيرتنا معاك. يعني انا مش عارف هل بتاع مصايف. معلش يا معاذ بس انا تبا مراراتي الصغيره لن تعد تحتمل هذا الكم من التناقضات. مش عارف انا قلبت على مسرحيات شكسبير كده ليه؟ شكسبير بتاع مسرحيات اصلا. ايه يا سياده المستشار ده؟ انت مره كلمه يمين ومره كلمه ما ترسينا بقى على حل. لكن انا هجيب لك حل، هجيب لك واحد من نفس السلك القضائي هو اللي يفصل لنا في الموضوع ده. يلا نشوف. بيقول من الاول المفروض تقعدوا مع القضاة خصوصا الجمعيه العموميه لهم وتناقشوا معهم هذا المشروع حتى لا نضيع وقتا ويتم رفضه بعد ذلك. أليس هذا منطقا؟ لا ده مش منطق، لان نادي القضاء ده مع احترامي طبعا الشديد له، ده جمعيه اهليه تقدم خدمات للقضاة، انما قانونا ودستورا من يمثل القضاة هو المجلس الاعلى للقضاء. هذا الرجل يتصادم الان مع الدوله ويدخل نادي القضاء وهو نادي اجتماعي، نادي ليس له اي دور في الحياه السياسيه، هو يحافظ على القضاء ويدافع عن القضاء وعن استقلال القضاء، لكن ياخذ القضاء جميعا وكل قضاة مصر ويصطدم بهم مع النظام السياسي في مصر. هذا كله هراء. مش كلامنا بقى كده. اهو الدكتور جمال جبريل والسيد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة سابقا
مش كلامنا، بيتكلم في اختصاص نادي القضاء، بيقول ان هو مجرد اختصاص رحلات مصايف زي ما قال المستشار احمد الزند لما كان ايام مبارك، لكن دلوقتي ربما الوضع اختلف شويه. اتغير شويه، لكن بصراحه نادي القضاء يعني نادي اجتماعي زي اي نادي، فيه فساد، واللي اكتر من كده ان فيه هيئات كامله بتطالب بتطهيره. نشوف. أؤكد أن السلطة القضائية كباقي سلطات الدولة ليست عصية على الإصلاح أو التنظيم، وأؤكد أن الثورة لم تصل بعد لمرفق القضاء، وقد حان الوقت الآن وأكثر من أي وقت مضى أن تصل الثورة لمرفق العدالة في مصر. يا جماعة دي هيئة قضائية هي اللي بتطالب بتطهير القضاء، يبقى منهم فيهم. فلما حد يتكلم ويقول ان في مشكلة في القضاء، احنا جبناها من الناس دي زي ما احنا شفنا الفيديو. لكن يا جماعة سقف المطالب لم يتوقف عند هذا الحد، ابسولوتلي لا ابدا، ده سقف المطالب ارتفع جدا 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 زي ما هنشوف. هذا الرجل الذي يدعى احمد الزند انا بطالب بالحجر عليه، الذي لم يراعي اي مكانة لزملائه اولا ولا لادب القضاء اللي واجب احترامهم. هذا الرجل الذي صبرنا عليه كثيرا، الذي يصطنع الازمات ويفتعلها، كما افتعل من قبل ازمه مع المحامين وافتعل ازمه مع مجلس الشعب، ولم يراعي مكانه رئيس الجمهوريه فيما يتحدث به معه. يعني مشاكلهم ما بينهم، زيتهم في دقيقهم، احنا ملناش دخل. لكن ايه رايكم بقى في اللي بيدخل حد غريب ما بيننا؟ نشوف. قلنا الرئيس اوباما اذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر فتلك مصيبه، واذا كنت تدري فالمصيبه اعظم. ان ما يحدث من عدوان على الحريات ومطاردة للنشطاء وتضييق للأحزاب لهو أمر يجل عن الوصف. وأمريكا التي رعت وترعى عليها أن تتحمل مسؤوليتها في رفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري. يا سبحان الله، والله فعلا انت وصفتها ان هي مصيبه. بقى انتوا يا جماعه ضد ان الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب يتدخل في القضاء علشان اخوانه القضاء، لكن تروح تتكلم مع اوباما وتتكلم مع امريكا علشان امركه القضاء. يمكن ربما الاخوان يخلوه منقب، يعني لابس نقاب منتقب، لكن بقى الامريكان يخلوه بالميني جيب ما شاء الله. بس احنا كده مش بنتكلم على استقلال القضاء، احنا بنتكلم عن استقلال مصر بحالها. سياده المستشار، خلينا بقى نسال السؤال اللذيذ، يعني هو القضاء فعلا مستقل؟ نشوف. القضاء قبل 25 يناير لست ممن ينقلبون على الماضي أو يأخذون أنفسهم بنظرية جلد الذات. القضاء المصري منذ عرفته في بآخر الستينات هو قضاء مستقل يضرب به المثل في جميع أنحاء الدول العربية بل ودول العالم. بل ودول العالم. ده كلامه بيعيبوا على الإسلاميين لما بيقولوا تطهير القضاء. خلونا بقى نشوف آراء بعض السياسيين والمرشحين السابقين للرئاسة وبتاع اللي كانوا بيقولوا برضو بتطهير القضاء وأكتر من كده. نشوف. وإحنا عارفين إن 30 سنة كانت كفيلة بأن يتسرب الفساد لكل مؤسسات الدولة، فما فيش حاجة في مصر نستطيع أن ندعو أنها مطهرة تماما، ندعي. لكن إذا كان القضاء المصري يحتاج شيء فهو أولا يحتاج إلى الاستقلال قبل أن يحتاج إلى التطهير. لست متشائما حين أقول أنني لا أنتظر الكثير من القضاء، لأن عندنا ولله الحمد يعني قضاء يفضح، ما بيعملش حاجة من غير تليفون، ما بيتخذش لا حكم ولا قرار من غير قرار سياسي يسبقه. ده يخلينا منتظرين واحنا مش واثقين في ان في عدالة يمكن ان تطبق، لانها لم تطبق من البداية ولم تتخذ خطوات في طريق تطبيقها، فمش هتفرق كتير. طيب حمدين صباحي واحنا متعودين عليه ان كل حمد لوحده، مره يقول تطهير القضاء ومره يقول ايه مش تطهير القضاء. عادي، اسماء محفوظ ممكن تكون خليه اخوانيه بتشخر نايمه يعني ولا مؤاخذه، لكن احمد دومه بيقول لك ان ايه احمد دومه ابو قفا، ايوه، الضرب على القفا شفا.
احمد دومه اللي جاي بيقول ان القضاء، طب عرفتوا يا جماعه ان مطلب او الناس اللي بتقول تطهير القضاء ده مش مطلب احادي او مش كلام من فصيل معين. يبقى لما يطلع حد يا جماعه يطالب بالمطالب اللي كانت بتطالبها الهيئات القضائيه او بيقول بكلام السياسيين او الناس اللي احنا شفناها، ما تقولوش ان دي اخونه او اسلمت القضاء وما الى ذلك، بل ده مش طلب فصيل واحد، ده طلب فصائل كثيره جدا. لكن احنا شفنا اراء السياسيين، خلينا نشوف اراء الاعلاميين، يعني هم ما لهمش نفس. خلينا نبدا بوائل الابراشي اللي دايما كان مدافع عن القضاء والقضاء. نشوف. مشاهدينا مساء الخير. اليوم يوم القضاء، يوم استقلال القضاء، يوم التصدي للهجمة الشرسة من قبل السلطة على القضاء. الحقيقة القضية لا تتعلق بالقضاء وبالقضاء فقط، القضية تتعلق بالمجتمع كله، بالوطن، لأنه القضاء هو الحصن والملاذ الأخير. إذا سقط القضاء سقطت الدولة. قلنا هذا الكلام كثيرا وحفظناه، يعني حتى كنا نتعلمه، إنه إذا سقط القضاء في أي دولة تسقط هذه الدولة على الفور. الجمعية العمومية لنادي القضاء احتشدت اليوم واحتشد معها المجتمع كله دفاعا عن القضاء. يا سلام عليك، اوعوا يا جماعه تصدقوا الكلام اللي انتوا سمعتوه من الاستاذ الابراشي رقم 1. دلوقتي هنشوف الاستاذ الابراشي رقم 2 وهو بيعيب على القضاء اللي كان بيقول احنا عايزين نحميه. يلا نشوف. فضيحة السماح للأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر أصداء هذه الفضيحة في كل مكان، تحولت حتى إلى فضيحة سياسية تطالب بإسقاط الحكومة وبتشكيل حكومة جديدة وبتطهير القضاء. لماذا؟ لأنه إذا كان في 3 قضاة رفضوا الضغوط، بس عندنا 3 قضاة تانيين قبلوا هذه الضغوط وشكلوا هيئة أو دائرة تم تفصيلها من أجل السماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر. ده تدخل سافر في شؤون القضاء. هذه الفضيحة لا يجب أن تمر، ويجب تقديم كل المسؤولين عنها للمحاكمة. يا فرحة ما تمت. شفنا الإبراشي 1 بيدافع عن القضاء، شفنا إبراشي 2 بيقول القضاء كخة، دلوقتي الإبراشي رقم 3 وبيقول إن 1000 قاضي اجتمعوا على التحقيق مع الإعلاميين اللي كانوا بيتكلموا في موضوع تهريب الأمريكان. خلونا نشوف. الكرة الآن في ملعب القضاة. القضاة يجب أن ينتفضوا، لأنه العار أصابهم بهذه الفضيحة اللي للأسف الشديد زي ما قال البعض لطخت أو يمكن أن تلطخ القضاء في مصر. يا حلاوة بقى عندنا يعني 2 حامدين بيظهر ان الفيروس انتشر. استاذ وائل الابراشي رقم 1 عنده راي، و2 عنده راي، ورقم 3 عنده راي اللي احنا هنشوفه دلوقتي انه بقى يطالب صراحه بتطهير القضاء. كان في التحقيقات التي تمت معنا كانت في سياق بلاغ قدمه 1064 قاضيا. يعني لا تسألني كيف توحد 1064 قاضيا لتقديم بلاغ ضد عدد كبير من الإعلاميين. الملخص كله انه في إهانة للقضاء. المشكلة في قضيتنا انه في جزء كبير منها يتعلق بقضية أثرناها وما زلنا نهتم بها، وهي قضية تسفير المتهمين الأمريكيين. وأعتقد أنه سنظل نؤكد أنه بدلا من أن تحققوا معنا، يعني تخيلوا أنه يتم توجيه تهمة إهانة القضاء ليا، 4 اتهامات متعلقة بإهانة القضاء، بينما المستشار عبد المعز إبراهيم الذي قاد صفقة تسفير المتهمين الأمريكيين وهو الذي أهان القضاء يعني يتسبب في تحويلنا للمحاكمة. يعني لم تتم مساءلته ومحاسبته، بينما نساءل ونحاسب نحن. وائل الابراشي يا جماعة متعدد الآراء، 1 و2 و3 و4 يعني تغطوا فيروس حمدين. لكن أهم بقى يا معاذ اللي بيميز المؤتمرات بتاعة القضاء، أهم حاجة بتميز مؤتمرات المستشار أحمد الزند تحديدا يعني إن عنده القضاة اللي بيتكلموا حتى يجي مثلا يذكر آية بيقولها عن ظهر تأليف. نشوف. اتفضل معالي المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية بتلاوة بيان نادي قضاة اسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحق
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. صدق الحق عندما دعا إلى الوحدة والاتحاد. صدق الحق عندما قال وتمسكوا وأقيموا العدل ولا تخافوا إن الله مع كل مؤمن صادق الوعد. أيها الإخوة الأعزاء، أي تأليف ومحدش بيرد، ولا اللي واقفين فوق ولا اللي واقفين تحت. لكن أهم حاجة بقى دلوقتي هنختم بيها إن ناقل الكفر نشوفه. لا، ما أنا من المؤمنين أن ناقل الكفر كافر. إيه ده يا جماعة؟ ناقل الكفر كافر؟ يعني إحنا دلوقتي كفار؟ هم لد أعدائكم. خزاعة من الذي قتل بني الأسود؟ خزاعة من قتل كلثوم؟ خزاعة وسلمى وذؤيب؟ خزاعة هل تتركون ثأركم من خزاعة؟ لا، نحن نعيش لثأرنا ونحن نمدكم بالسلاح والرجال ونقاتل معكم. يلا يا ابني جدد إيمانك وانت الشهادتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خلصت حلقتنا النهارده. قبل ما نختم يا معاذ الحلقة، طبعا نبارك رجوع الجنود المصريين من غير قطرة دم واحدة، رغم ان مش عارفين مين اللي كان خاطفهم واتحكم عليه بايه، حصل مساومات ما حصلش، ما مش علينا. كده وبس. انا يعني حاجه نرجع بالسلامه. تلاقي الاعلام يقول لك انا مش بدافع، انا بس بقول موقف. الاعلام يقول لك ده اتخطف في عهد مرسي هو السبب، مرسي مش عارف يحكم. اول ما يرجعوا نشكر سياده الفريق عبد الفتاح السيسي. الله، طب ما انت قلت ان هم اتخطفوا في عصره، اشمعنى في دي ظلمته او قلت يعني عليه كده، واشمعنى هنا باركت لواحد تاني؟ دلوقتي يا جماعه، ومن حق الناس تبارك للرئيس الدكتور محمد مرسي على رجوعهم وان يكون له فضل، لا اشكال، وانا ولن اعترض على هذا، لان دكتور محمد مرسي بالفعل رئيس لكل المصريين، مش عكس ذلك، وبيهتم باي مصيبه تصيب حد من شعبه، وايضا من ضمن شعبه الضباط الملتحين يا ريس، المعتصمين بقالهم 85 يوم، ودي ربما ما حصلتش حتى في الثوره. دول برضو زي السبع جنود مطالب ان احنا نحافظ عليهم. برضو سنه النبي صلى الله عليه وسلم لما حد يطالب بيها ما ينفعش ان احنا نصده، على الاقل يكون في لقاء هات وخد، فهم الناس دي لو غلطانين قيم عليهم الحجه. خلينا نبارك لك يا ريس بعودة الضباط الملتحين، وكمان بالشاب بعودة الجنود زي بعودة الجنود برضه نبارك له بعودة الضباط الملتحين اللي عملوا من شر رب العالمين. والشاب أحمد عرفة، تخيلوا يا جماعة، خد 25 سنة سجن مؤبد في تهمة حيازة سلاح. يا ترى مين الشهود؟ 2 ضباط هم اللي بيشهدوا يا ريس. يا سيدي كان معاه سلاح وماشي بيه، ياخد 25 سنة. ما اللي اسمه محمد رمضان ده اللي هو اسمه عبد موتة ولا حية ده، الراجل كان اتمسك بسلاح او بيقال ان هو اتمسك بسلاح ومع ذلك خرج. طب ايه الفرق؟ اشمعنى ده كده واشمعنى ده كده؟ نتمنى ان احنا نفرح بيهم ونتمنى بالفعل يا دكتور مرسي كما قلت، ونأمل في الله سبحانه وتعالى ثم فيك، وانت من قلت لن يظلم في عهدي احد. نأمل ان نتمنى يكون هو ذلك بالفعل، نتمنى ان شاء الله ذلك. ان شاء الله بقى تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ارهابي /2 الذاكره ولا ايه؟ facebook.com/ارهابي رقم 2 ارهابي 2. نتمنى ان شاء الله تدخلوا عليها وتشتركوا فيها. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.